أكدت وزارة الحج والعمرة جاهزية مخيمات حجاج دولة قطر بمشعر منى وهي في انتظارهم، لافتا إلى أن مؤسسة الطواف المعنية بخدمة حجاج قطر ملتزمة بكل بنود العقد المبرم بينها وبين شؤون الحجاج في الدوحة. في الوقت الذي تزعم الحكومة القطرية بهتانا أن المملكة تضع العراقيل أمام الراغبين بالحج من مواطنيها، يبدو المشهد على الأرض مغايرا تماما ويدحر تلك المزاعم الرخيصة. فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزية مخيمات ومساكن حجاج قطر لاستقبالهم في مواقعهم المعتادة، والتي تزينت هذا العام بعبارات الترحيب العفوية الصادقة. كما وقعت المؤسسة المعنية بخدمة حجاج قطر مع مسؤولي الأوقاف عقودا لخدمة حجاجها، أشادوا حينها بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، ودونت كل التفاصيل التي تمنح الحاج القطري رحلة العمر التي لا تنسى. لكن متغيرات السياسة القطرية أطاحت بتلك الآمال في واحدة من أكثر التخبطات غرابة، حيث يسود سلوك الميليشيا في إمارة مستباحة تتخطفها الأهواء من كل جانب. طلعت على العقد الذي تم توقيعه بين شؤون الحجاج في دولة قطر والمؤسسة مستعدة الآن لاستقبال هؤلاء الحجاج. لم يقطع العاملون في مؤسسة الطوافة الأمل في رؤية وجوه أحبوها وألفوها عاما بعد عام، فالأماكن محجوزة ومهيئة في نفس الموقع وبنفس الترحاب والضيافة. المخيمات المخصصة لحجاج دولة قطر تستوعب أكثر من 2400 حاج، مشتملة على أعضاء مكتب شؤون حجاج دولة قطر، وحقيقة نحن نرحب بهم ونؤكد هذه الجاهزية لاستقبالهم بإذن الله تعالى لأداء مناسك الحج. منسوبو مؤسسة جنوب آسيا للطوافة، ورغم ما سمعوه عن قيام الحكومة القطرية بمنع حجاجها تأسيا بنهج جارتها الفارسية وربما بتعليمات منها، لم يتوقفوا عن إكمال استعداداتهم لاستقبال الحجيج العزيز، وكأنهم قادمون غدا. كافة الخدمات المتفق مع مكتب شؤون الحجاج قطر الخاصة بالحجاج القطريين وخدماتهم جاهزة تماما، ونحن على استعداد وجاهزية تامة لاستقبال إخواننا الحجاج القطريين إن شاء الله تعالى. هذا هو الحال على أرض الواقع في المشاعر المقدسة، لا تمييز أو تفريق بين ضيوف الله، فخدمة الحاج شعار الدولة السعودية السيادي عاما بعد عام وجيلا بعد جيل، ولم يتبقى إلا أن تؤوب الحكومة القطرية لرشدها وتخرج مواطنيها الأعزاء من لعبة الكر والفر المقتبسة، وأن تفكر ولو قليلا في مصلحة مواطنيها اجتماعيا ودينيا. كل التجهيزات على أتمها بمخيمات حجاج دولة قطر بمشعر منى، وفي انتظارهم لتعلو تلبياتهم مع إخوانهم المسلمين من جديد. فيصل السلمي، الإخبارية، مكة المكرم.